فكرتني بحاجه لطيفه قوي لما ناس تروح عند دكتور معين وبعدين تحس ان لا ده دكتور عادي، انا لازم اعمل تشيك ان في حته تانية. الجوي اوف ذا مومنت ان انا لازم اكون زي بقيه الناس. فانا هنزل اشتري سندوتش من على الناصيه بس هروح اقف عند ريستوران تاني واعمل تشيك ان في الريستوران ده. دي ناس بتضحك على نفسها قبل ما تكون بتحاول تظهر بصوره مختلفه للاخرين. انا عايزه دايما ابقى في الصوره بتاعت الكادر المعين، الناس المعينين. لو قلنا الاي كلاس، اي كلاس، بي كلاس، دي كلاس، كلنا اولاد ناس. بس في ناس ما بتبقاش راضيه عن حياتها، دايما شايفه وبص على اللي اعلى منها انها لازم تبقى زيه بس مش قادره تبقى زيه. فتعمل ايه؟ تروح تتمحك فيه، نادي غالي، مطعم غالي، سينما، فيلم لازم نازل جديد وعليه ضرب بتاع، تروح تتصور قدامه وتقول لك انا كنت فيه، ولا كانت فيه ولا دخلت المطعم ده ولا اصلا شالت شنطه من الشركه دي. بس هي بتبقى دايما ناس احساسها بانه القبول ليها في عيون الاخرين، لكن قبولها في عيون نفسها ضعيف. انما قبول الاخرين ليا هو اللي بيحدد انا مين. فلو هم شايفين ان انا من نفس الطبقه بتاعتهم يبقى انا من الطبقه بتاعتهم. زي الست اللي في المسلسل اللي كانت بتقول لك ان هي عايشه في دبي وهي في الاخر اهلها ناس كمل من الارياف. ده عدم قبول. بتحاول دايما ترسم لنفسها صوره وتوهم اللي حواليها وتعيش الصوره وتحاول دايما تصدقها، بس ده بيجي في لقطه معينه ويتعرف وبيبقى منظر الشخص وحش قوي. ومعاناته هو ساعتها ان دي اللقطه اللي بص فيها في مرايته الحقيقيه مش في مرايته اللي هو راسم عليها. اصل في مرايه حقيقيه احنا بنبص فيها بنشوف فيها حقيقتنا، وفي مرايه بنقعد نرسم عليها شعر اصفر وعينين خضراء وميك اب شكله حلو واروح احط عينيا ومناخيري وبقي قدام العين واتخيل ان دي الصوره بتاعتي. لا مش هي دي اللي انا بحاول اصدرها للناس عشان اصدق ان انا كده، لكن الحقيقه انا مش كده.